يا أهل السنة، عصمتكم من الضلال عقيدتكم. عقيدتكم هي حياتكم. كذب يكذب كذبا، وتأتي لما يلي. أولا، كذب في اللغة العربية بمعنى جاء بالكذب. معليش تكلموا على هذه الصفة القبيحة التي انتشرت في المسلمين اليوم، خاصة عند خصوماتهم. وكلنا نعلم، خاصة السلفيين منا، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكذب من صفات أهل النفاق. ذكر في حديث 3 منكن، في رواية 4 قال إذا حدث كذب. ما يكذبش المسلم، مع الإشارة والتنبيه على أن هناك حديثا مشهورا قد يذكره بعض الوعاظ والقصاص، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سئل هل المسلم مثلا يزني؟ قال يزني. هل المسلم يسرق؟ نعم يسرق. هل المسلم كذا كذا؟ هل المسلم يكذب؟ قال لا يكذب. هذا لا يثبت، وتكفينا النصوص الأخرى الدالة على تحريم الكذب، ويكفيه قبحا. احنا الآن كنا نقول أين صفات السلف فينا، ثم أين صفات أهل الإسلام فينا؟ معليش، اليوم مرحلة ثالثة أخطر وأشنع. أين صفات أهل الجاهلية فينا؟ الصفات الحسنة. عرف العرب قديما قبل الإسلام بالكرم. حاتم الطائي والد عدي، هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدره يعني صليب من ذهب يتأرجح، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال له: يا رسول الله، ما كنا نتخذهم؟ قال: ألم يكونوا يحرمون؟ لم يكونوا. ذكر هذا والده كان مشهورا عند العرب بالكرم، والكرم صفة حسنة. أيضا عند العرب قديما قبل الإسلام كان الكذب قبيحا، ما يجرؤ العربي أن يكذب. أبو سفيان رضي الله عنه لما ذهب إلى هرقل وكان يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ويجيب إجابات صحيحة صادقة، ما هوش مسلم هو. لما خرج من عنده وش قال؟ قال: لولا الحياء، شو عندهم حياء، لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. قال: لكن ماشي مستحي يقول أبو سفيان كبير قومه يكذب؟ قال: لو لكذبت، لكنه لم يكذب. الآن احنا مسلمين ومع ذلك ترى فينا الكذب. كنت بكري نقول يمشي على رجليه، الآن أصبح يطير في الهواء. الكذب لا يطير، يعني أمر قبيح جدا. تصيبها عنتر بن شداد شاعر جاهلي، أبياته كانت تعلق على يعني جدار الكعبة، المعلقات. وش يقول؟ وأغض طرفي إن بدت جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يغض البصر. احنا اليوم يعني تلقاه مسلم مستقيم ولا يغض بصر، ربما يمشي مع زوجته حتى تضربه بكف. أصرف بصرك، يشوف من كي يلبسون النظارات هذوك الشمسية ويبقى يشوف. لكن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عيب عليك. هذا شاعر جاهلي يقول لك جارتي لما تبدو يعني يرمي ببصري على الأرض، ما يشوفش جارته. الآن أصبح الناس يعتدون على حرمات جيرانهم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يسرق رجل من 10 أبيات خير له من أن يسرق من بيت جاره، ولئن يزني ب10 نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره. هذه كما بعض واحد بعث لي خطرة قال لي هذا يجرب، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لازم تكون عربي أيضا، أنا نضرب مع العرب، عربي يفهم أن هذا أسلوب تشنيع. ما يعنيش باللي يجوز تزني مع امرأة أجنبية ولا تسرق بيت آخر، لكن فعلك هذا مع الجيران أشد وأشنع. حرمة الجار اليوم حدث ولا حرج. عنترة نفسه يقول لنا اليوم نستدل بشعراء الجاهلية، يقول ما يكونش الحرام. يقول: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكلية. ما يكونش رشوة، ما يكونش سرقة، ما يكونش مال محرم. أبيت على الطاوة، يبقى جائعا حتى ينال كريم المأكل. احنا اليوم ما يهمناش من أين جئنا بالطعام. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة، وسيأتي إن شاء الله ذكرها، أن الإنسان لا يهمه المال الذي يأتيه أمن حلال أم من حرام. كانت المرأة قديما قبل أن يخرج زوجها من البيت تقول: يا عبد الله حبس، اتق الله فينا، إننا نصبر على الجوع، ما جبت لنا حتى حاجة، ما نموتوش بالشر. إننا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم.
يعني ما جبناش السحت والحرام. الآن العكس، إلا من رحم الله. تجي خارج تقولوا الناس كاع عم يجيبوا كذا، وغير انت جايح ما تعرفش تجيب. يقول انا عندنا غير مثلا مكتب، عندنا جيب الورق، جيب الاقلام، جيب. المهم باش تولي شاطر، حقيقة شاطر. هذه دوك نمدحوا بها الصغار. ولد شاطر هو الذي أعيا والديه خبثا. شوف الآن يعني لما تدنى مستوانا وساءت أخلاقنا، أنا رجعنا دوك نقولوا نبداو نتصف بأخلاق العرب قديما: الكرم، النجدة، غض البصر، الصدق. نديروا كما أبو سفيان في جاهليته قبل الإسلام، ما يكذبوش. وحنا اليوم فأخلاقنا ساءت للأسف.